بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلبة تالتة ثانوي، النهاردة إن شاء الله بنحل في الاختبارات الشاملة لملخص مندليف بس على أسئلة العضوية بس. الاختبار الأول الشامل هنركز على أسئلة العضوية اللي احنا خلصناها مراجعة ونبدأ نحل عليه. طبعا الأسئلة بتبقى متفرقة شوية. السؤال رقم 5 بيقول المركب إكس هنعمل له هيدرة حفزية. طبعا الهيدرة الحفزية عندنا في المنهج يا بتتعمل لعيلة الألكين يا بتتعمل لعيلة الألقاين. طب نشوف كده لما تعمل له هيدرة حفزية طلع إيه. طبعا ما تشغلش نفسك بحلقات البنزين، اشغل نفسك باللي جوه. ظهر لك هنا إيه؟ كيتون. طالما ظهر لك هنا كيتون يبقى المركب ده كان عنده رابط ثلاثية، لأن احنا عارفين إن عيلة الألقينات لما بتعمل لها هيدرة حفزية بيطلع كيتونات ما عدا سي 2. ماشي، يبقى اكيد المركب ده كان في الاصل، او خليها تحت هنا حلقة بنزين، وكان هنا في رابطة ثلاثية وحلقة بنزين. طب انت بتعمل الهيدرة ازاي؟ هتيجي هنا تكسر الرابطة باي وتحط اتش او اتش. طب كمل كمان هيدرة، تكسر الباية التانية يبقى لسه سيجما بس، وتحط هنا اتش وهنا او اتش. طبعا في الخطوة التانية بطبق قاعدة ماركينيكوف لانه غير متماثل. ايه اللي انت ملاحظه دلوقتي؟ ملاحظ ان الكربونة دي غير مستقر، يبقى لازم تفقد جزيء ميه، تفقد مثلا الاو اتش والاتش اللي تحت. لسه من في النص سي او اهي وسي اتش 2 اللي دي. يبقى المركب اكس مظبوط. المركب ده عبارة عن حلقتين بنزين وبينهم رابطة ثلاثية. طيب تعال نروح الناحية التانية بقى، بيقول لك حط عليه اتش بي ار مرتين. طالما قال مرتين يبقى عنده رابطة ثلاثية زي ما احنا مظبوطين. هنحط مرة اتش ومرة بي ار، نغمي القلم بس، مرة اتش ومرة بي ار. طب وفي المرة التانية هنكسر الباي والاتش مع الاتش والبي ار مع البي ار. طب المركب اللي طلع ده اسمه ايه؟ اسمه واحد وواحد ثنائي برومو، واحد واتنين ثنائي فينايل، واحد وواحد ودي واحد وواحد. يبقى الإجابة محصورة يا ب يا ج. نروح بقى للناحية التانية، بقول لك والمركب اكس اللي احنا رسمناه في الأول اللي هو ده. المركب ده بقول لك في الإجابة ب، هل هو ايزومر للانثراسين؟ الانثراسين ده يا جماعة اللي كان عنده 3 حلقات بنزين، الانثراسين ده كان عبارة عن سي 14 اتش 10. تعال نشوف كده، دي 6 5 ودي 6 5، 6 5 و6 5 يبقى 12 10، وحط عليهم كمان ذرتين كربون يبقى مظبوط. يبقى الإجابة ب هي الإجابة المظبوطة. السؤال رقم 7 بيقول إذا علمت أن المول من النفسلين يتفاعل مع 2 مول من الهيدروجين. أولا النفسلين عبارة عن حلقتين بنزين وعنده 5 روابط باي. انت حطيت عليه مولين ايه؟ هيدروجين، يبقى انت مش هتكسر الا 2 باي بس. طب هو النفسلين كان الاول؟ النفسلين كان سي 10 اتش 8، وانت هتحط عليه اضافه مولين من الهيدروجين. طب ما هم مولين الهيدروجين دول يعني 4 اتشات، الاربع اتشات لما يتحطوا على الثمان اتشات يبقى سي 10 اتش 12. السؤال 8 بيقول في المخطط اللي قدامك هو راسم لي حلقه بنزين وعليها سي ومرتبطه ب3 سي ال، يعني عامله كده حلقه بنزين وعليها سي وشبكه في 3 سي ال. ماشي، بقول هنعمل لها تحلل مائي. يعني ايه تحلل مائي؟ يعني هنحط عليها كي او اتش او ان اي او اتش. طبعا احنا قلنا قبل كده لما الثلاث ذرات كلور يتجمعوا على كربونه واحده لازم تقلب حمض، لازم تقلب حمض.
يعني معنى كده إن المركب ده اللي هو المركب إكس اللي طلع من التفاعل هيبقى عبارة عن حلقة بنزين وعليه مجموعة COOH. قلنا قبل كده اللي عليه 3 ذرات كلور متجمعين على كربونة واحدة لازم المركب ده يقلب من عيلة الأحماض. يبقى حلقة بنزين COOH ده إكس. نروح للي بعده، جايب لنا كلوريد، لا مش كود إيساي، ده هو جايب كربونتين وحاطط ذرتين كلور طرفيين. برضو القاعدة دي قلناها، لما يكون عندك ذرتين كلور طرفيين وتحط عليهم KOH لازم تقلب ألدهيد. يبقى المجموعة دي كلها هنشيلها ونحط ألدهيد يعني أسيتال دايد، تختزله يرجع إيثانول. يبقى المركب اللي طلع فوق هو حمض البنزويك واللي تحت الإيثانول. بقول بتفاعل المركب زد والمركب إكس يعني البنزويك والإيثانول طبعا هينتج بنزوات الإيه؟ الإيثايل. ثم التفاعل مع الأمونيا يعني هنعمل له تحلل نشادري. من غير ما تفكر لازم تنطق كلمة بنزاميد الأول طالما الحمض بنزويك، وطالما هو بنزاميد الكحول هو نفس الكحول اللي كان داخل وهو الكحول الايه؟ الايثيلي، يبقى هيطلع بنزاميد وايثانول. السؤال رقم 9 بيقول لو انت معاك حلقة بنزين وعليها مجموعة OH فينول وCH الدهيد واكسدته، طبعا الفينول ما بيتأكسدش، اللي بيتأكسد مجموعة الالدهيد بس، فهيطلع COOH ومجموعة الفينول هتفضل زي ما هي، يبقى المركب إكس هو حمض السلسلة. أبسط القاين هو الأسيتيلين، هنعمل له هيدرة حفزية ثم أكسدة، طبعا هيطلع أسيتالدهايد، أكسدة يبقى حمض الأسيتيك. المركب العضوي الناتج من تفاعلهم طبعا حمض السلسليك وحمض الأسيتيك، لما الاتنين بيتفاعلوا مع بعض بيطلعوا حباية الاسبرين، وطبعا حباية الاسبرين بتبقى خافض للحرارة. الشكل المقابل يوضح درجة غليان بعض الأحماض الكربوكسيلية الأليفاتية المشبعة أحادية الكربوكسيل. فإن الحمض الأعلى ذوبانية، الأعلى ذوبانية هتتلاقي اللي درجة غليانه أعلى. ليه؟ لأن هيبقى عنده أكبر عدد من الروابط الهيدروجينية. طب هو بيقول درجة غليان، أيوه بس هل الأحماض اللي هو جايبها متنوعة الكربوكسيل؟ يعني جايب حمض بمجموعة واحدة ومجموعتين، ده بيكون 2 هيدروجينية وده 4؟ لا، هو قايل فوق كلهم أحماض ما عندهمش إلا كربوكسيل واحدة، يبقى الفيصل ما بينه وما بينك الوقت الكربون. لو بصينا على السي هو الأعلى في درجات الغليان، يبقى عنده كربون كتير، واحنا خدنا قبل كده كل ما الكربون يزيد الذوبان يقل، كل ما الكتلة الجزيئية للمركب بتزيد ذوبانه يبدأ يقل. طب لو بصينا بقى على المركب دي، أقل واحد في الغليان يعني أقل واحد في الكربون، وطالما أقل واحد في الكربون يبقى هو أسرع واحد في الذوبان. 11 بقول عند إضافة مول من HCl إلى مول من البروبين. طبعا البروبين لما نحط عليه HCl هنطبق قاعدة ماركينيكوف ونودي ال H للغنية وال Cl للفقيرة، ثم إضافة Br2 هنكسر الرابطة باي ونحط هنا Br وهنا Br، فإن صيغة المركب الناتج ستكون هي، لو بصينا على الإجابة ب هنتلاقي Br وBr على الأولى والتانية اللي هم دول، والكربونة اللي في النص عليها Br وعليها Cl مظبوط. السؤال رقم 12 بيقول إذا كان عدد ذرات الهيدروجين في جزيء الكان يساوي عددها في جزيء الألقاين، فإن عدد ذرات الكربون في جزيء الألقاين. من غير ما تفكر كده الفرق كربونتين، يعني ما بين الألكان والألكين والألقاين مثلا، يعني لو C3 H8 C4 H8 C5 H8
أنا بحاول أخلي الكربون زي ما الهيدروجين زي ما هو 8 8 8. هتلاحظ إن الفرق ما بين كل عيلة وعيلة هي كربونة واحدة، فإن الألقاين الكربون اللي عنده بيزيد بمقدار 2 عن عدده في مين؟ في الألكان. يبقى السؤال رقم 12 إجابته ج. معلش إجابته ب، يزيد. أنا بصيت لي يقل. السؤال اللي بعده ده انتقالية. باب أول، باب تاني، فينك يا عضوية؟ السؤال رقم 25 بيقول لو احنا معانا حلقة بنزين على ميثايل وعلى مجموعة سلفونيك وتحط لها عليها بروم في وجود الحديد. في الحالة دي طالما في وجود عامل حفاز يبقى أنا هلجأ للاستبدال. يبقى أنا هروح لحلقة البنزين واستبدل. طب استبدل منين؟ هستأذن بقى من مجموعة الميثايل، أو لا أنت بتوجهي إيه؟ تقول لك يا أرسو يا بارا مشغولة، يبقى احنا هنستبدل في الموضع أرسو. يبقى هنيجي هنا ونشيل اتش وندخل مكانها البي ار. لو شفنا المركب ده لا، ده لا، ده مظبوط اهو. في الموضع أرسو شال اتش وحط مكانها بي ار، بس يبقى في أشعة فوق بنفسجية. السؤال 27 بيقول إذا علمت أن مجموع مولات ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء التي تنتج من الاحتراق التام لمول من هيدروكربون هما 17 مول. ال 17 مول دول مية وثاني أكسيد كربون، وكان عدد الروابط سيجما بين ذرات الكربون في هذا المركب هما 7. يبقى المركب ده عنده 8 كربون. طالما هما 7 روابط سيجما ما بين الكربون وبعضه، الكربون بيبقى زائد 1 يبقى سي 8. وخلي بالك هو طالما سي 8 يبقى لما يتحرق هيطلع 8 ثاني اكسيد كربون، وهو قايل لي ان مجموعهم على بعض كام؟ 18 ل 17. يبقى المركب ده عنده 9 ميه، يعني المركب ده الكان، يبقى سي 8 اتش 18. نشوف بقى هيطلب ايه. هو بيطلب اي مما يلي يعبر عن المركب اكس. هيكس ما ينفعش، احنا عايزين سي 8. هبت ما ينفعش، احنا عايزين 8. هيكس وعليه 2 ميثايل، هم 8 بس ده هيكسين واحنا عايزين الكان. بنت يعني 5 و3 ميثايلات مظبوط يبقى 8. السؤال رقم 28 بيقول اكس ايثايل الكين، يعني رقم وجنبه 2 ايثايل الكين 3 ايثايل، المهم يعني في رقم. مركب عضوي صيغته العامة CnH2n، أي مما يلي يعد صحيحا لهذا الإكس الكين. إن الإكس ممكن تبقى 3 والألكين يبقى اسمه 1 بيوتين. 3 إيثايل قصده كده 3 إيثايل 1 بيوتين. ماشي، نجرب أهو. أدا البيوتين وده الواحد وبقول لي 3 إيثايل، طبعا غلط لأن بالمنظر ده أطول سلسلة بقت 5. طيب 4 إيثايل مش هينفع أصلا، مش هينفع الرابعة هم 5 هتطول السلسلة برضو. 2 إيثايل 2 هيكسين، الهيكسين يعني 6. 2 إيثايل وبعد كده بقول 2 هنا مش هتنفع برضو، هتطول السلسلة. ما عدلناش إلا مين؟ أمسح بس ده، ما عدلناش إلا الأخيرة. الأخيرة بقول 3 إيثايل وهبتين، هبت يعني 7، 3 7. وبقول التالتة على مجموعة الإيثايل والتانية مظبوطة صح. دي كده أطول سلسلة بقت متحددة أهي، هما نفس ال7 والإيثايل فرع زي ما هي. يبقى الإجابة المظبوطة الإجابة د. السؤال رقم 35
عند إضافة نص مول من البروم المذاب في رابع كلوريد الكربون لمول واحد من الإيثيلين. هو أصلا الإيثيلين عنده رابطة باي، أنت باعت له نص الكمية بس، يبقى كده الإيثيلين مش كل كمية الإيثيلين اللي فين؟ اللي في الإناء هتتشبع، نص الكمية هيتشبع ونص الكمية لأ. يزول اللون دي ما فيهاش كلام، طالما كمية البروم اللي أنت ضفتها كلها خلصت يبقى يزول مش، يبقى نشيل دول. وتتشبع بعض جزيئاته، صح. ليه؟ ما هو انت ما حطيتش الكمية الكافية اللي تشبع كل الكمية، انت حطيت نص الكمية بس. سؤال 36 بيقول هو بادئ من عند المركب ده، المركب ده اللي هو البروباين، هنحط عليه H2 هيقلب بروبين بكسر الرابطة باي. البروبين هنحط عليه حمض كبريتيك درجة 80، هتطلع كبريتات بروبايل هيدروجينية، نعمل تحلل مائي يبقى هيطلع بروبانول. هنا بقى لازم ترجع تاني للبروبانول، هو أولي ولا ثانوي؟ يبقى لازم نرجع للخطوة بتاعة الإضافة دي، ماشي؟ أو في حل تاني، تنزل من تحت ممكن تسهل لك. أنت معاك بروباين هتعمل له هيدرة حفزية، مظبوط، لازم يطلع لك في الحالة دي كيتون، وطالما الطريق هنا ماشي كيتون يبقى الكحول ده كحول ثانوي، يبقى 2 بروبانول بدل ما ارسمها. طيب هو بيقول بقى هتضيف عليه ميه ثم تعمل له اعاده ترتيب من غير ما تفكر، هيطلع بروبانون اللي هو الاسيتون، والاسيتون ما بيجيش من اكسده الا اكسده كحول ثانوي. اي مما يلي صحيح. لو احنا بصينا على الاجابه دي بيقول اي، فين اي؟ اللي هو المركب الغير ثابت. ليه غير ثابت بقى؟ ما هو انت لو جبت المركب ده وحطيت عليه ميه هتتلاقي السي اتش 3 وهتكسر الرابطه وهتدي لدي اتش وهتدي لدي او اتش. بص له كده وبص على المركب ده هتلاقي هو المركب بي اللي هو كبريتات البروبايل الهيدروجينيه، مظبوطه برضه. ليه؟ هو ايه اللي خلاه يحط المجموعه دي في النص؟ قاعده ماركينيكوف. ما هو انت لما بتيجي تضيف حمض الكبريتيك اتش او اس او 3 اتش بتقوم قسمه نصين كده وموجب وايه وسالب، وتبدا تضيف هنا. هتضيف للماركينيكوف هتقوم الرابطه دي تتكسر ودي تاخد اتش ودي تاخد او اس او 3 اتش. لو دققت في المركب ده هو سؤال كويس. السؤال 40 بيقول عند تفاعل الكحول R1OH المحتوي على نظير الأكسجين O816 مع الحمض R2COOH المحتوي على نظير الأكسجين O818 يتكون ماء. طبعا انت في البداية هتقول ما المية ب18، لا، هي المية دي جاية من الأوها دي ولا جاية من الأوها دي؟ لو جاية من الأوها ب16 يبقى المية هتطلع ب18، لكن لو جاية من 18 هتطلع ب20. طب احنا كنا قلنا قبل كده ايه؟ قلنا ان الحمض لما بيجي يشارك بيشارك بالاو اتش، والكحول لما بيجي يشارك بيشارك بالاتش بس. يعني الميه جايه من الحمض الاو، يعني اخت الميه جايه منين؟ من الحمض، والحمض بكام؟ ب 18، يبقى لازم الميه تطلع في منطقه ال 20. يبقى الاجابه ج والاجابه د غلط. والاستر صيغته، الاستر لازم يتكون ازاي بقى؟ زي ما انت شايف كده، هو كان عامل لي نجمه كده فوق دي الاوهات دي، وسايب الاوهه ديت مش عامل عليها نجمه، وعامل دي ار1 وعامل دي ار2. نلم بقى كده ار2 سي او وعليها نجمه او ار1. بص على الصيغه دي كده، مظبوط. يبقى الاجابه الصح الاجابه الف. السؤال 43 بيقول اذا اجريت التفاعلات بالترتيب على المركب ايه؟ المركب ايه ده بقى؟ هو جايب كبريتات البروبايل الهيدروجينية، كانت لسه ما جايب سؤال من شوية، وحطينا عليها درجة 180.
طبعا درجة 180 بتروح الكين، يعني هترجع لأصلها وتبقى البروبين. بقول فعلناه مع H2O2 تفاعل مع وفرة من برمنجانات الايه؟ البوتاسيوم. يعني في البداية فعلناه مع H2O2، يعني ايه؟ هنكسر الرابطة باي ونحط مجموعتين OH، ثم تفاعل مع وفرة من برمنجانات الايه؟ طبعا برمنجانات البوتاسيوم عامل مؤكسد. طب الحتة دي أولي تتأكسد وتبقى حمض. طب الحتة دي ثانوي تتأكسد وتبقى كيتون، تبقى CH3 CO COH. أكسدت المنطقة دي خليتها حمض أهي، أكسدت المنطقة دي خليتها كيتون أهي، يبقى ده المركب المظبوط. ما هي صيغة البوليمر الناتج من تكاثف حمض الفسالك مع الإيثيلين جلايكول؟ طبعا أنت عارف إن حمض الفسالك مجموعتين الحمض جنب بعض، ماشي الكلام؟ يعني أنت مثلا لو بصيت الإجابة زي دي غلط. ليه؟ مخلي المجموعتين قصاد بعض، دي غلط. الاتنين قصاد بعض، الاتنين جنب بعض، دي احتمال. الاتنين جنب بعض، دي برضه احتمال. يبقى السؤال ده احتماله يا ألف يا ب. طب هو هيتحد مع مين؟ مع الإيثيلين جلايكول. طيب لما نيجي نجيبها بقى نجيب ازاي؟ أولا لو دققنا في الصيغة هنتلاقي الحتة دي غلط. ليه؟ لأن هو الحمض لما بيجي يشارك بيشارك بالأو اتش على بعضها كده، يعني بتبقى له السي او بس، وهنا انت مبقي له سي او او، يعني في او زياده. لكن هنا مظبوطين السي او وهو شارك بمجموعه الاو اتش. الاسئله المقاليه باب اول وعضوي. السؤال 46 بيقول اكس اتعمل له تحلل مائي في وسط حامضي فطلع مركبين. احنا عندنا مين اللي بيتحلل في وسط حامضي؟ اكيد عيله الاسترات، وممكن مثلا السكروز بتحلل برضو في وسط حمضي. تحت هو جايب ابسط الكين، ابسط الكين الحاج حسين، هنعمل له هيدره حفزيه، يبقى هو هنا بيتكلم عن الايثانول. الايثانول هيطلع لفوق عمليه اكسده. الايثانول لما بيتاكسد في النهايه اكسده تامه بيقلب حمض اسيتيك. ابسط القاين هو الايثاين، هنعمل له هيدره حفزيه يبقى اسيتالدهايد. نختزل الاسيتالدهايد يبقى حمض الاسيتيك. معلش، نختزل اصل انا بشرح الصبح، نختزل الاسيتالدهايد يبقى الكحول الايثيلي. الدنيا الصبح تبقى غيبوبه شويه. بعد كده بقول لك بقى مين اللي لو حللناها بالميه يرجع لاصله حمض وكحول، يبقى استر زي ما قلنا. طب الاستر ده بقى كان اسمه ايه؟ استر اسيتات الايثايل، لان الحمض حمض الاسيتيك والكحول الكحول الايثيلي. ماشي. هو بقى بيقول ايه في السؤال؟ إذا علمت أن المركب سي، مين سي ده بقى؟ هو الأيزومر اللي ما فيش فروع للمركب إكس. خلي بالك الإستر بتاعنا أهو CH3 COO C2H5 عنده 4 كربون. إذا علمت أن المركب سي هو الأيزومر غير المتفرع، والراجل مسهلها بقى أهو، ويقدر يتفاعل مع كربونات الصوديوم يبقى حمض حلو، وهو الاستر ينفع يبقى حمض؟ ايوه طبعا، قانون الاستر وقانون الحمض قانون واحد، وبالتالي طالما انت كنت رسمه استر ترسمه حمض. طب هما كام كربونه؟ 1 2 3 4، وخلد الحمض. طب هو قال لك في السؤال ان في فروع ولا لا؟ قال لك لا غير متفرع، يبقى الصيغه دي مظبوطه. هو بقى بيقول اكتب الصيغه البنائيه لهذا المركب. ماشي، اكتب الصيغة البنائية للمركب M الناتج من التقطير الجاف لملح المركب C. يبقى انت هتشيل ده على طول وتحط مكانها H، يعني هيطلع بروبان CH3 CH2
CH3. رتب المركبين A و Y حسب الغليان. طبعا Y أعلى لأنه حمض وبالتالي بيكون رابطتين هيدروجينيتين، لكن ال A مكونش إلا رابطة واحدة. رتب المركبين A و Y حسب عدد الروابط الهيدروجينية. Y بيعمل 2 هيدروجينية و A بيعمل واحدة، يعني Y كده كسبان في الاتنين.